السلام عليكم يا جماعة ومرحبا بكم. اليوم رانا رايحين نحكيو في موضوع يقدر يبدل حياتكم 180 درجة. شحال من مرة صارت لك تكون قاعد في شومبركك والضو طافي والجو هادي، بصح الداخل في راسك كاين سوق، كاين فوضى، تخمام يدي وتخمام يجيب، تندم على وش صرا البارح وتخاف من وش راح يصرى غدوة، راسك خدام 24 ساعة على 24، كي الراديو اللي خسر له القفلة وما حبش يسكت. هاد الصوت اللي في راسك هو السبة تاع 90% من القلق والستريس والاكتئاب اللي راك حاس بيهم. واليوم جبت لكم الحل، جبت لكم الكتاب اللي دار ثورة في العالم ورجع الملايين الناس الأمل والراحة النفسية. كتاب قوة الآن للكاتب إيكهارت تول. تبعوا معايا مليح وهاتوا كاستاي ولا قهوة، خاطر الكلام اللي راح تسمعوه اليوم قادر يطفي النار اللي شاعلة في ريسانكم. أول فكرة لازم تفهمها، وهي الفكرة اللي بنى عليها الكاتب الكتاب كامل، هي أنت لست عقلك. وش معناها هذه؟ بزاف الناس يحسبوا باللي هذاك الصوت اللي يهدر داخل راسهم هو أنا، بصح الكاتب يقول لنا لا، أنت هو الوعي اللي راهو يسمع لهذاك الصوت. خليني نبسطها لك بمثال من الواقع تاعنا. تخيل تكون تمشي في الطريق وتشوف واحد مهبول يهدر وحده بصوت عالي، يلوم في روحه، يحكي حكايات ما كاش منها ويسب في الناس، راح تقول عليه مسكين هربت له. إيكهارت تول يقول لنا احنا كامل رانا نديرو نفس الشيء، الفرق الوحيد هو أننا نديروه لداخل في رصاننا وماشي بصوت عالي. هذا الصوت يسميه الكاتب الإيجو أو الأنا المزيفة. هذا الإيجو هو شخصية وهمية بانيها عقلك من الذكريات تاع الماضي والتوقعات تاع المستقبل. هذا الإيجو يحب الدراما، يحب المشاكل، ويحب دايما يكون عنده الحق. هو اللي يقول لك أنت ماشي مليح، الناس ما يحبوكش، الدنيا صعيبة، الزهر مكاش. الخطوة الأولى باش ترتاح هي أنك تفيق باللي كاين صوت وكاين أنت اللي راك تسمع له. نهار تقدر تحبس وتقول شوف راسي وش راوي يخلط، تما راك بديت تتحرر، تما راك وليت المراقب. المشكلة الكبيرة الثانية اللي نحكيو عليها هي الزمان. حنا والعالم كامل عايشين يا إما في البارح يا إما في غدوة. الكاتب يقول حاجة عميقة بزاف، الماضي والمستقبل مجرد وهم. كيفاش وهم؟ خمر معايا دقيقة. الماضي خلاص فات، راهو مجرد آثر في ذاكرتك ما تقدرش تبدله، والمستقبل مازال ما جا، هو مجرد خيال وتوقعات في عقلك. وش عندك الصح؟ عندك الآن. الحياة كامل صرا غير في الآن. ما تقدرش تتنفس في البارح وما تقدرش تشرب كأس ما في غدوة، كلش يصرا دركا. المعادلة بسيطة، إذا راك حزين ومكتئب معناها راك عايش في الماضي، وإذا راك مقلق وخايف معناها راك عايش في المستقبل. بصح إذا راك مهني ومرتاح معناها راك عايش في الحاضر. بصح علاش عقلنا يهرب من الحاضر؟ علاش يهرب من الآن؟ لأن الإيجو يكره اللحظة الحالية. اللحظة الحالية بسيطة، والإيجو يحب التعقيد. يقول لك كيفاش نكون فرحان دركا وأنا ما عنديش الدراهم، ولا كيفاش نرتاح وأنا عندي مشكل غدوة. الجواب تاع الكتاب هو المشكل تاع غدوة خليه لغدوة. دركا فيها الدقيقة وش خصك؟ راك تتنفس، راك حي، خلاص كلش راهو مليح. اغلب المشاكل هي سيناريوهات في راسنا مازال ما صراتش وممكن جامي تصرى. نقطة مهمة بزاف لازم نهضروا عليها هي جسم الألم. الكاتب يقول باللي كل واحد فينا عنده صاك توجيع قديمة هزوا معاه، صدمات صغار من اللي كنا صغار، كلمات جرحونا، مواقف حزينة، خيبات أمل. هادو كامل يتلموا ويشكلوا وحش صغير لداخل يسميه جسم الألم. هاد الوحش يتغذى على النكد والزعاف، على بيها ساعات تنوض الصباح مديقوتي بلا سبة، ولا واحد يقول لك كلمة صغيرة تشعل فيه النار وترجعها قصة كبيرة. هذاك ماشي انت، هذاك جسم الألم راهو جاع وحب ياكل شوية دراما. الحل هو الوعي. كي تحس بهذيك الطاقة السلبية طلعت ما تخافش منها، حس بيها، قول راني نحس بوجيعة في صدري، راني نحس بضيق. ما تهربش منها للتليفون ولا للماكلة ولا للنوم. كي تركز عليها بوعي الحاضر وتراقبها بلا ما تحكم عليها راح تدوب كيما التلج يدوب في الشمس. دوكا ندخلوا في الصح. كيفاش نطبقوا هاد الهضرة في حياتنا اليومية؟ كيفاش نعيشوا قوة الآن؟ الكاتب يعطينا حلول عملية. أول حل هو راقب المفكر. المرة الجاية كي يجيك تخمام سلبي ولا وسواس ما تحاولش تحاربه، ما تقولش أوه كرهت من هاد التخمام، لا، دير روحك كي شغل راك كاميرا، راقب الفكرة هاديك. قول بينك وبين روحك راني نحس بالقلق، هاو جا الصوت تاع الوسواس. كي تراقب الفكرة بلا ما تحكم عليها راح تصرى معجزة، الفكرة تفقد القوة تاعها وتموت وحدها. الحل الثاني هو استعمال الحواس.
باش تخرج من سجن العقل، اهبط للجسد بتاعك، خد نفس عميق، حس بالهواء وهو داخل وخارج، شوف في الحاجات اللي دايرين بيك، شوف في السماء، في الشجر، في الحيط، في أي حاجة، بصح شوف فيهم بلا ما تسميهم. ما تقولش هذه شجرة خضراء، شوف فيها برك وحس بالوجود تاعها. كي تركز على حواسك، التخمام يحبس أوتوماتيكيا وتحس بواحد السلام داخلي عجيب. حاجة واحدة أخرى هي فخ الانتظار. شحال من واحد فينا راهو عايش في قاعة انتظار، تستنى وقتاش تخلص قراية، تستنى وقتاش تتزوج، تستنى وقتاش تهاجر، تستنى وقتاش يخلص الأسبوع. حياتك كاملة جوزتها تستنى في حاجة باش تسرى، باش تولي سعيد. الكاتب يقولك توقف عن الانتظار، ما تربطش سعادتك بحاجة في المستقبل. السعادة هي حالة داخلية تقدر تختارها دركا مهما كانت الظروف الخارجية. إذا راك تغسل في الماعن، كون حاضر كليا مع غسيل الماعن، حس بالماء، بالصابون، بالحركة. إذا راك تمشي، كون حاضر مع كل خطوة. هذه هي الطريقة الوحيدة باش تحول الأفعال العادية لأفعال مقدسة وممتعة. وآخر نقطة هي التقبل. بزاف ناس يفهموا التقبل غلط، يحسبوا باللي التقبل هو الضعف والاستسلام. لا، التقبل هو أنك ما تحاربش الواقع تاع الآن. مثلا طاحت بيك الطوموبيل في بلاصة خاوية، واش دير؟ العقل تاعك يبدأ يندب، علاش أنا، علاش اليوم، يا ربي واش درت؟ هذا هو الرفض، وهذا هو اللي يزيد الألم. التقبل هو أنك تقول الطوموبيل حابسة، هذه هي الحقيقة دركا، واش نقدر ندير؟ نعيط للميكانيسيان، نقطة، انتهى، بلا دراما، بلا صراخ داخلي. كي تتقبل اللحظة كيما راهي، العقل يوي صافي، وتقدر تلقى حلول ما كنتش تتخيلها. في الختام يا خوتي، كتاب قوة الآن ماشي كتاب تقراه وترميه، هو طريقة حياة، هو دعوة باش تفيق من النوم العميق اللي رانا عايشين فيه. حياتك هي سلسلة من اللحظات الآن، ما تضيعش حياتك وانت تجري مور المستقبل اللي مازال ما وصلش، ولا تبكي على الماضي اللي مات وانتهى. السعادة ماشي كي تشري الطوموبيل ولا كي تبني الدار، هادو كامل ملاح، بصح فرحتهم مؤقتة وتروح. السعادة الحقيقية والسلام الداخلي اللي ما يزعزعوش الريح، تلقاهم كي تتصالح مع هاد اللحظة كيما راهي بحلوها وبمرها. نوض دركا وتنفس بعمق وابتسم، لأنك حي، ولأنك هنا، ولأنك تملك الكنز الوحيد اللي يستاهله، وهو الآن.